السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في قناتي الشيف ملكه. اليوم اخوتي غادي نشارك معكم طاجين ديال اللحم بالبرقوق واللوز، او طبق ديال اللحم بالبرقوق واللوز. كما تتعرفوا المغاربه كاملين تيحمقوا على هذا الطبق هذا. هنا تتبقى كل واحد وكيفاش تيطيبوا، وكل واحد واللمسه ديالو. غادي ندوزو للطريقه، غادي ناخذ كوكوط ونحطو فيها اللحم تتبقى على حساب كل واحد شنو بغى يطيب، كاين الغنمي، البقري او العجل. حنا خدينا هنايا اللحم ديال العجل. والكميه تتبقى على حساب كل واحد شحال باغي يدير. صافي، اول حاجه غادي نديرو هي اللحم كما شفتوا هنايا في الكوكوط. موراها غادي نديرو الزيت. هنا عندنا الزيت البلديه، زيت الزيتون، كاس ما عامرش، اقل شي حاجه. وعندي هنايا العطريه، الملحه والخرقوم. وعندي هنايا سكينجبير والابزار، هكا معلقه صغيره من كل حاجه، وواحد ضامه البنه ديال زعفران شعره، هي اللي تتعطي داك اللون اللي تيجي هكا خاتر في الاخر. صافي، هادو هما العطريه اللي درنا. صافي، وغادي نحركو هكا. هنا هاد الطبق هذا الوالده اللي غادي تشاركو معكم. صافي، وغادي تحرك مزيان كيما شفتوا هكا في الزيت باش تدخل في هذاك العطريه في اللحم. ومن بعد هنا عندي 3 ديال البصلات كبارين مشلضين. صافي، وغادي تخليه حتى تتقلى شويه، وتولي تحرك هكا البصله مع اللحم. طريقه سهله، وهذا تينفع صراحه، ما تيشدش الوقت. تتسدوا الكوكوط وتخليوه يطيب. صافي، من بعد ما حركت مزيان كيما شفتوا هكا، غادي نزيدوا الماء. غادي نديروا الماء هكا 1 لتر، ودارت هي. صافي، ما دارتش الماء بزاف، وحركت هكا. وغادي نبلعوا الكوكوط ونخليوها طيب. هنا خليناه يطيب هكاك واحد 40 دقيقه حتى الساعه، عاد حلت عليه. هنا خدينا طنجره صغيره ودرنا فيها البرقوق تيبقى على حساب كل واحد شحال بغى. المهم حنا درنا واحد الزليفه صغيره وشويه ديال زيت الزيتون مع البرقوق. وهنا غادي دير الماء، ما درناش الماء بزاف، واحد الكاس ديال الماء. صافي، وغادي تحرك هكا البرقوق في الماء، وغادي تغطي هكا كاسرونه او طنجره وتخليه يطيب. هنا حلينا الكوكوط، ها نتوما طايبه. غادي نخليوه شويه يشرب داك المرق. وهنا البرقوق حتى هو صافي طاب. كي تشوفوه طاب هكا غادي تزيدوا سكر سنيده، احنا ما درناش بزاف، في شويه باش يتعسل. وهنا القرفه ما درناش حتى هي بزاف، ما تيبغيوش الاولاد كما تتعرفوا الوليدات ما تيبغيوش داك الريحه ديال القرفه. درنا غير شويه. نتوما ديروا معلقه ديال القرفه والسكر 2 معالق كبار. صافي، وغادي نغطيو على الطنجره ديالنا ونخليوها طيب. من بعد ما تقلى البرقوق وتقلات داك اللحيمه في المرقه، صافي غادي نصبو باش غادي نتعشاو. صافي، غادي تحط كيما شفتوا هنايا في الطبسيل. اللحمه راه طايبه بزاف، جات لذيذه يا البنات، والله العظيم حتى لذيذه. صافي، هنايا من بعد ما حطيت اللحمه غادي تزيد شويه ديال المريقه هكا مع الجناب. شتو داك الزعفران شعره، الضامه الزعفران شعره عفوا، تيعطيه واحد اللون اللي هو زوين. وهنا غادي نديرو البرقوق من الفوق. تقدروا ديروا البرقوق في الجنجلان، انا ولادي ما تيبغيوش الجنجلان. وهنا اللوز اللي حيدنا له القشره وقليناه في الزيت. هانتوما الطبق جات تيحمق روعه روعه ولذيذ. صافي، هذا هو الشكل ديالو النهائي. غادي تذوق معكم الوالده. الى عجبكم الفيديو كما العاده ما تنساونيش، عافاكم من البارطاج ومن اللايكات. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.